السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أصحابي؟ بإذن الله اليوم راح أشرح لكم درس عن رسم الأنف. في البداية لازم زي ما نعرف كالعادة نختار قلم فحم نقدر نشتريه من جرير أو من أي مكان، وناخذ بعضه معنا اللي هو عود الأذن نلقاه في غرفنا في كل مكان، يعني شيء جدا بسيط وبأسهل أدوات. بإذن الله اليوم راح نتعلم كلنا كيف نقدر نرسم الأنف. نجيب عندنا اي ورقه وما تفرق، دائما اقول لكم في الرسم المهم اللي هو يد الرسام، مو مهم الادوات، مو مهم اي شيء. راح نسوي عندنا 3 دوائر بنسميها الدائره الام اللي هي الدائره الكبيره، وبنسمي الدائره الطفل او الابنه اللي هي الصغيره، دويره هنا ودويره هنا. هذه الدوائر الثلاثه هي اللي بتمثل لي الخشم. كيف؟ طيب عندنا الان هذه ارنبه الانف اللي هي بدايه الخشم، وهنا طرف الانف وهنا الطرف الثاني. اذا كان الخشم مفلطح نبغى نبعد الدائرتين عن بعض، واذا صار الخشم اللي هو زي ما يقولون سلة سيف او انه حاد بنقرب الدائرتين من بعض. طيب الان بنجي عند الدويره هذه، من المفرق ما بين الدويره هذه ومن بين الدويره هذه راح نسوي اللي هو فتحه الخشم. ممتاز، راح نسوي هنا فتحه الخشم. بعدها راح نقوي الارنبه من عندنا هنا، وراح نقوي اللي هو الظل من الطرف ومن الطرف الثاني. بكذا سوينا الخشم بطريقه جدا سهله. تخيلوا كذا الان خلصت رسمه الانف، ها كذا رسمتوا انف كامل. ها بس بقينا الان اللي هو الظل زي ما تشوفون نحط من عند نهايه الدائره من هنا ومن هنا، راح نحدد الظل من هنا كذا بهذا الشكل. ممتاز، راح نحدد هذا بشكل هذا، هم نحدد من هنا شويه ومن هنا شويه، وبكذا قدرنا نرسم الانف بطريقه جدا سهله، واتوقع الكل يقدر يسويها، ما اخذت فيها ولا دقيقه. ها ونجيب بعدها المساحه او عفوا اللي هو نجيب بعدها اللي هو عود الاذان، نسوي كذا وكذا، نحدد الظل والنور بهالطريقة. ممتاز، لو تلاحظون كذا ان الرسمة صارت غامقة. راح نجيب المساحة بعد شوي عشان نفتح مناطق النور. ابى اجيب مساحة قلم وتلقونها في جرير برضو، كل الادوات تقدرون تلقونها كلها في جرير، وبنمسح مناطق النور اللي عندنا هنا في نص الخشم. دائما عندنا في نور. ممتاز، في هذه المنطقة مسح الظل هنا شوية كذا عشان يبين لنا فتحة الأنف اللي هنا، ومن هنا شوية كذا. ممتاز، من تحت شوية نمسح الأطراف عشان ننظف الرسمة عشان يصير عندنا أنف كامل كذا. نجيبه من عند الجهة الثانية، ممتاز، اللي هي النظيفة، نبدأ نظلل أو نقوي الظل عند وين؟ المنطقة الثانية. بهذه الطريقة تلاحظون صار عندنا أنف كامل بطريقة جدا سهلة تناسب كل المبتدئين، وما أتوقع أن في أحد ما يقدر يسوي هذا الخشم. أتمنى كلكم تطبقون هذا الشرح. ممتاز، وترسلوا لي إياه على الانستغرام، على سناب شات. طبعا هذا اللي هو الانستغرام حقي MOAZ7878، وبإذن الله اللي يطبق الشرح راح أدعمه عندي في سناب شات وفي الانستغرام، وبرضه لا تنسون تويتر. يلا انتظركم كلكم تطبقون هذا الدرس.